أعزائي، يوم 16 مارس 2018 وده يعني بعد أيام معدودة من خروج مانشستر يونايتد من دوري الأبطال من دور ال 16 على إيد إشبيلية الأسباني، خرج علينا السبيشال وان جوزيه مورينيو في مؤتمر صحفي، وحرفيا بقى واحد من أشهر المؤتمرات الصحفية في تاريخ اللعبة بشكل عام. The last time Manchester United won the Champions League, which didn't happen a lot of times, was on 2011. مورينيو استخدم جملة كده وهو بيدافع عن نفسه، ممكن تكون بسيطة بالنسبة لك، بس بسبب الجملة ديت المؤتمر الصحفي ده زي ما قلت لك بقى واحد من أشهر المؤتمرات الصحفية لمدرب كرة قدم. استخدم كلمة الإرث الكروي. Is heritage. Is heritage. يعني لك ان تتخيل المدرب اللي واخد دوري الابطال وثلاث القاب دوري انجليزي قعد لمده 8 دقائق بيعرض حال مانشستر يونايتد في الفتره اللي جت بعد رحيل السير اليكس فيرجسون. مورينيو قال بنص كده ان مانشستر يونايتد افتقد للارث الكروي، بمعنى التواجد الدائم في الادوار الاقصائيه المتقدمه من دوري الابطال، وكمان مراكز متقدمه في ترتيب الدوري. The last victory was 13 and 4 consecutive seasons United finished 4th, 5th, 6th and 7th. برضه مش بس كده، مورينيو ركز على انخفاض مستوى اللاعبين، وبرضه سأل عن اللاعبين اللي مشيت من الفريق، وسأل بالظبط 3 أسئلة عنهم: أين يلعبون؟ كيف يلعبون؟ وهل لسه بيلعبوا أصلا؟ See where they play, how they play, if they play. That's football heritage. مورينيو برضه ما نساش ياكد في نفس المؤتمر الصحفي ان افضل مركز حققه مانشستر يونايتد بعد رحيل السير اليكس كان معاه هو شخصيا، ده غير كمان التتويج بالدوري الاوروبي. واكيد الصراحه اللي معروفه عن السبيشال وان والحقيقه المره اللي هو قالها خلت الاداره ما تستحملش كلامه، وطبعا ديت كانت نهايته مع مانشستر يونايتد. وطبعا مع مرور الايام والسنين مورينيو فعلا طلع كلامه صح، الفريق لسه بيعاني لحد النهارده، وده على الرغم ان الفريق اشترى كميه لاعبين مرعبه واتغير عليهم كميه مدربين كتير طبعا زي ما احنا ما عارفين. فهنا بقى لازم ننقل من السبيشال وان مورينيو ونروح لاسطوره الاساطير كريستيانو رونالدو. كريستيانو اعتقد محتاج يعمل مؤتمر صحفي زي ده، وده يعني بعد ما خلاص ودع من كاس العالم واحتمال كمان يعتزل دوليا. رونالدو المفروض يوضح الارث الكروي لمنتخب البرتغال قبل كريستيانو ومنتخب البرتغال بعد كريستيانو. طبعا الشهر اللي فات بدا كاس عالم امريكا 26، ده طبعا كان يعتبر المونديال الاخير لكريستيانو رونالدو، وكالعاده كان في شريحه كبيره جدا من المحللين والناس اللي بتشجع كوره كانوا مرشحين ان منتخب البرتغال يكسب كاس العالم، وده اكيد بناء على كميه اللعيبه اللي بتلعب حاليا في افضل انديه في العالم، وفي منهم كمان اللعيبه اللي واخده دوري ابطال اوروبا في نسختين ورا بعض. يعني عندك مثلا جواو نيفيز وفيتينيا وبرونو فرنانديز ونونو مينديش وجواو كانسيلو، وكميه لعيبه يعتبر في الانديه بتاعتهم من الافضل في مركزهم كمان على مستوى العالم. بس المفاجاه ان مع كميه اللعيبه دي منتخب البرتغال كان اكتر منتخب يعتبر مخيب للامال، بالاخص في دور المجموعات. طبعا كانوا مقدمين اداء اقل ما يقال عنه كارثي بمعنى الكلمه، واخرتها خسروا الصداره قدام كولومبيا. وطبعا في اللحظه ديت لازم تظهر شريحه المعارضين علشان خاطر يشيلوا الليله لاي حد، واكيد من ضمنهم انتوا عارفين مين. فطبعا عشان يعلقوا شماعه فشل منتخب البرتغال اكيد مفيش اسم اكبر من اسم كريستيانو رونالدو، صح كده؟ رجعنا بقى نسمع عن الكلام العبيط اللي بيقول لك لازم كريستيانو رونالدو يقعد دكه عشان المنتخب بيلعب احسن من غيره، وفي طبعا الظاهره جونزالو راموس يستحق انه يلعب اساسي عنه، ويقولوا كمان ان اداء منتخب البرتغال بيتحسن لما كريستيانو بيقعد على الدكه. وبصراحه بيني وبينك مش عارف هو اتحسن امتى، ممكن نقول في كاس عالم 22 لما ساعتها البرتغال كسبت سويسرا 6-1. طيب خلينا اقول لك ان بنفس اللعيبه ديت اللي كسبت سويسرا 6-1 ورونالدو ساعتها كان قاعد على الدكه، سبحان الله خسروا وروحوا من ربع النهائي قدام منتخب المغرب. فقول لي بقى ليه ما كسبوش ما دام بيلعبوا احسن من غير كريستيانو؟ طيب ليه نفس الفئه ديت من الجماهير وكمان المحللين ما طرحوش بالاساس الاسئله الصح، اللي هو في الاساس فين افضل لاعب في الدوري الانجليزي، وليه فيتينيا ما ظهرش بنفس المستوى اللي بيظهر بيه مع باريس؟ وما تقنعنيش ان دوت اداء افضل ظهير ايسر في العالم اللي هو نونو مينديش. ليه المنتخب اللي بيضم كميه النجوم المرعبه دي وعنده كريستيانو اللي يعتبر افضل فينيشر في التاريخ ما كانوش قادرين يخلقوا فرص حقيقيه للتسجيل؟ طيب خلينا نسال سؤال تاني، هل كريستيانو السبب في كل ده؟ الواقع بيقول ان رونالدو السبب، بس اكيد مش في وقوع منتخبه، بل لانه خلى الشريحه ديت من المحللين وكمان مشجعين الكوره يرشحوا منتخب
منتخب البرتغال للفوز بكاس العالم، على الرغم ان هو في الاساس ما عندهوش ارث كروي في اي بطوله في العالم. وطبعا كلنا عارفين هم رشحوا المنتخب ده ليه، علشان في الاول وفي الاخر عندهم كريستيانو رونالدو، احد افضل اللاعبين اللي جم في تاريخ اللعبه. خليني كده اقول لك ان التاريخ بيقول ان منتخب البرتغال عمره ما كان من المنتخبات الصفوه في العالم بشكل عام، ولا حتى في اي حقبه زمنيه. واللاعب الوحيد اللي فعلا حطهم من ضمن المنتخبات الكبيره هو ما فيش غيره كريستيانو رونالدو. علشان كده زي ما بقول لك ما فيش اسم اكبر من اسم كريستيانو يعلقوا عليه فشل منتخب البرتغال. طبعا هيطلع لك بعض المحنكين على السوشيال ميديا يقولوا طبعا عكس اللي احنا بنقوله، وطبعا هيطلع لك نفس الشريحه هيقول لك ان منتخب البرتغال هيكسب كاس العالم بعد ما كريستيانو رونالدو يعتزل. والله العظيم ما عارف جايبين الثقه واليقين ده منين، يمكن يعلموا الغيب واحنا ما نعرفش. انما بقى السؤال اللي بيطرح نفسه، ما هو الارث الكروي لمنتخب البرتغال في البطولات الكبيره قبل كريستيانو وبعد كريستيانو؟ طبعا الاجابه على السؤال دوت اكيد مش محتاجه كتير من البحث والهري كتير على السوشيال ميديا، ويكفي لك بس انك تفتح اي تطبيق من تطبيقات الكوره بشكل عام وانت تعرف تاريخ منتخب البرتغال. بس يعني خليني اقول لك بشكل سريع، عايزك بقى حالا تنزل تدغدغ لي زر اللايك. دخلت على الفيديو وحرفيا هتستمتع بقصه محترمه، فاستاذنك تنزل تعمل لي لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس ويلا بينا. طبعا قبل كاس عالم المانيا 2006 اتلعب بالظبط 17 نسخه من كاس العالم. منتخب البرتغال اللي بيصنف يعتبر من المنتخبات الكبيره يا دوبك شارك بالظبط في 3 نسخ، مره سنه 66 مع الاسطوره ايزيبيو وساعتها قدروا يوصلوا لنص النهائي وطبعا قدروا يحققوا المركز الثالث. المره الثانيه في مونديال 86 بس للاسف ودعوا من الدور الاول، وده يعني بعد ما كسبوا انجلترا وسبحان الله خسروا من بولندا والمغرب. وطبعا المشاركه الثالثه ليهم في مونديال كوريا الجنوبيه واليابان، فالمره دي ودعوا البطوله من دور المجموعات، وده يعني سبحان الله بعد ما خسر من امريكا وكمان كوريا الجنوبيه. يعني لك ان تتخيل 3 مشاركات للبرتغال قبل كريستيانو، مرتين خرجوا من دور المجموعات ومره واحده حققوا المركز الثالث. يعني لك ان تتخيل ان هو دوت الارث الكروي لمنتخب البرتغال قبل كريستيانو. فين بقى صناع المحتوى والمحللين اللي بيقولوا منتخب البرتغال يعتبر منتخب كبير، وده حتى قبل ما كريستيانو رونالدو يظهر؟ ما تفتكر يعرفوا الكلام ده؟ طيب هل نفس الناس عارفين ان منتخب بولندا ليه ارث كروي في كاس العالم اكبر من منتخب البرتغال؟ يعني لك ان تتخيل ان منتخب بولندا مشارك في 6 نسخ كاس عالم في الفتره من سنه 30 لحد 2002، وقدروا ساعتها ان هم يحققوا المركز الثالث مرتين، مره في 74 ومره في 82. طيب الناس دي تعرف ان منتخب السويد شارك في نفس الفتره في 10 نسخ من كاس العالم وبرضه خسر النهائي قدام البرازيل في 58، وبرضه قدر يحقق المركز الثالث مرتين، مره سنه 50 ومره سنه 94، ده غير طبعا المركز الرابع في مونديال 34. طيب تعرف ان منتخب تشيكوسلوفاكيا في نفس الفتره ديت مشارك في 8 نسخ كاس عالم وبرضه قدروا يلعبوا النهائي مرتين، النسخه الاولى سنه 1934 والنسخه الثانيه في كاس عالم 62. طيب معلش نفس الناس دي عارفين ان منتخب المجر في نفس الفتره ديت مشارك في كاس العالم 9 مرات وقدروا برضه يلعبوا النهائي مرتين، الاولى سنه 38 والثانيه سنه 54. طب خليني اقول لك على حاجه، تعرف منتخب يوغوسلافيا وتشيلي وكمان امريكا اللي بيقولوا على الكوره سكر، والله العظيم ليهم ارث كروي لحد كاس عالم 2006 اكبر من منتخب البرتغال. يعني يوغوسلافيا عندك لعبت نص النهائي مرتين وشاركت 8 مرات في كاس العالم. منتخب تشيلي ذات نفسه محقق المركز الثالث في مونديال 62 وقدروا ساعتها ان يصعدوا كاس العالم 7 مرات. امريكا ذات نفسها قدرت تصعد لكاس العالم 7 مرات وقدروا ان هم يحققوا المركز الثالث في نسخه 34. انا طبعا مش عايز اكمل لك عشان ما نطولش ومش هجيب لك سيره كرواتيا وكوريا الجنوبيه وبلجيكا اللي كان ليهم عدد مشاركات في كاس العالم اكتر من منتخب البرتغال. فيعني اعتقد كفايه كده الارث الكروي لمنتخب البرتغال قبل كريستيانو، ومش عايزك تنسى ان دي كلها يعتبر منتخبات صغيره، ما جبتلكش حتى سيره المنتخبات الكبيره زي ايطاليا والمانيا والبرازيل والارجنتين وفرنسا والاوروجواي وكلنا عارفين هم مين. فلك بقى انت تتخيل ان دوت الارث الكروي اللي سايبه منتخب البرتغال لكريستيانو رونالدو. انما بقى البرتغال مع كريستيانو رونالدو ذات نفسه قدروا ان هم يشاركوا في 6 نسخ من كاس العالم. يعني لك ان تتخيل لعبوا المربع الذهبي في 2006 وخرجوا مرتين من دور ال 16 في 2010 و2018، مره ضد اسبانيا ومره ضد الاوروجواي، وطبعا خرجوا من دور المجموعات في نسخه 2014 وفي 22 الخروج من ربع النهائي قدام المغرب واخرتها دور ال 16 قدام منتخب اسبانيا. فهنا تاريخ البرتغال في كاس العالم ذات نفسه قبل كريستيانو يا دوبك المشاركه في 3 نسخ، مع كريستيانو المشاركه في 6 نسخ. وطبعا لو جينا نمسك اليورو ونكرر نفس السؤال، ايه هو الارث الكروي لمنتخب البرتغال قبل ظهور كريستيانو؟ فعندك برضو التاريخ بيقول لك ان هم شاركوا في 3 نسخ من اليورو قبل كريستيانو وقدروا ان هم يلعبوا نص النهائي مرتين وطبعا ربع النهائي مره. خليني اقول لك ان في 10 منتخبات على الاقل ليهم ارث كروي في اليورو اكبر بكتير جدا من البرتغال. فيعني عندك مثلا من ساعه البطوله ما
بدات لحد 2004 اللي هي تعتبر اول مشاركه لكريستيانو في اليورو. منتخب مثلا زي المانيا محقق البطوله 3 مرات وخسران النهائي 3 مرات، منتخب فرنسا ذات نفسه محقق البطوله مرتين، ومنتخب زي اسبانيا برده محقق البطوله مره، وبرده معاه منتخب ايطاليا نفس الفكره، برده هولندا والدنمارك كل واحد فيهم معاه لقب، وفي نفس الوقت منتخب تشيكوسلوفاكيا اللي هو الاتحاد السوفيتي برده هم كمان معاهم لقب، ده حتى بلجيكا حققت المركز الثاني في مره. فيعني يعتبر كل المنتخبات اللي انا قلتهم لك دول يعتبر عندهم ارث كروي في اليورو اكبر من منتخب البرتغال. انما طبعا كالعاده من ساعه ما ظهر كريستيانو مع البرتغال قدروا ان هم يشاركوا في 6 نسخ، وقدر ان هو يكسب اللقب معاهم في 2016، ودي نفس النسخه اللي سجل فيها منتخب البرتغال 9 اهداف، رونالدو لوحده كان مساهم في 5 منهم، وبرده في نفس الحقبه واخد مركز ثاني في مره، وبرده لعب نص النهائي مره. ويعني زي ما كلنا عارفين مش محتاج اقول لك ان رونالدو هو الهداف التاريخي لليورو. ايه رايك بقى في الارث الكروي لمنتخب البرتغال قبل كريستيانو وفي الحقبه اللي جه فيها كريستيانو لمنتخب البرتغال؟ انا عايز اقول لك ان الغريب في الامر نفسه ان كريستيانو من ساعه ما استلم الرايه من لويس فيجو لمنتخب البرتغال يا دوبك حقق الانجازات ديت مع شويه لاعبين، اشهر واحد فيهم هو لويس ناني، وتاني اشهر واحد فيهم هو بيبدي مدافع ريال مدريد سابقا، واكيد مش هقول لك فابيو كونتراو او ايدير اللي يعتبر سجل اغلى هدف في تاريخ منتخب البرتغال في يورو 2016، واكيد مش هقول لك الانجازات ديت حصلت تحت ايد مدربين عاملين ازاي. يعني لك ان تتخيل كان ماسكهم كارلوس كيروش وبعديه باولو بينتو والمعدوه هو كمان فرناندو سانتوس، واخرتها المدرب اللي دمر الجيل الذهبي لمنتخب بلجيكا سبحان الله دمره برده مع منتخب البرتغال. اتمنى بس من المحنكين بتوع السوشيال ميديا يعرفوا تاريخ المدربين دول قبل بس ما يطلعوا يصيحوا علينا، ده سواء بقى المدربين او حتى اللاعبين، يردوا حتى على الاسئله اللي سالها السبيشال 1 بيلعبوا فين او بيدربوا فين وازاي اصلا في الاساس بيلعبوا وهل هم في الاساس بيلعبوا ولا لا. فرناندو سانتوس اللي كسب اليورو مع منتخب البرتغال واللي سبحان الله اتحملوا الاتحاد البرتغالي لمده 8 سنين، منتخب زي بولندا يا دوبك صبر عليه بالظبط 8 شهور وقال له اقعد في بيتك. ده انا عايز اقول لك ان نادي بشكتاش التركي ذات نفسه يا دوبك قعد معاه 3 شهور وقال له برده خد حاجتك وامشي. ده حتى منتخب اذربيجان يا دوبك استحملوا سنه و3 شهور وبرده قال له مع السلامه. حتى باولو بينتو بعد منتخب البرتغال يا دوبك مسك شويه انديه اشهرهم اولمبيكوس والباقي انديه في الصين والله العظيم ما قدرتش اقرا اسمها، ده غير طبعا منتخب كوريا الجنوبيه وكمان الامارات. هو ده الارث الكروي ليهم. يمكن المدرب الوحيد اللي جه ويعتبر عنده ارث كروي لمنتخب البرتغال هو اكيد البرازيلي فيليب سكولاري اللي كان فايز بكاس عالم مع منتخب البرازيل في 2002، ويعتبر اللي حققه مع منتخب البرتغال ما يعتبرش فشل لانه يعتبر لعب مع البرتغال اول نهائي ليهم وبعديها بسنتين لعبهم نص نهائي كاس العالم، فيعتبر هو دوت المدرب الوحيد اللي ما فشلش معاهم. وطبعا اخرتها روبرتو مارتينيز اللي زي ما قلت لك دمر الجيل الذهبي لمنتخب بلجيكا في 2018، فسبحان الله الاتحاد البرتغالي راح يتعاقد معاه مع اقوى جيل ذهبي جه في تاريخهم علشان برضه يدمره لهم بنفس طريقه بلجيكا. فهو ده بقى الارث الكروي لمنتخب البرتغال قبل كريستيانو وبعد كريستيانو. البرتغال في الاساس على مدار تاريخها هي تعتبر في الاساس بوابه اللاعبين اللاتينيين اللي بتوصلهم بعد كده لاكبر انديه في اوروبا، عندهم ناديين يعتبر من الانديه العريقه وقدروا قبل كده يحققوا دوري ابطال اوروبا، قدموا طبعا الاسطورتين ايزيبيو وكمان لويس فيجو والمدافع المخضرم لويس بيبي زيهم بالظبط زي منتخب المجر. منتخب المجر كان عنده بوشكاش، ومنتخب بولندا هو كمان كان عنده ليفاندوسكي، والبرتغال ذات نفسها قدرت تقدم برضه واحد من افضل المدربين في تاريخ اللعبه وهو السبيشال 1 جوزيه مورينيو اللي لك ان تتخيل لحد دلوقتي في الاساس ما دربش منتخب البرتغال. وطبعا رغم كميه اللي انا حكيته لك ده كان في محنكين كتير بيطالبوا كريستيانو رونالدو اللي عنده 41 سنه ان يكسب كاس العالم بالارث الكروي ده، ولسه لحد دلوقتي بيحملوه فشل منتخب البرتغال في الخروج ومش قادرين يقتنعوا ان منتخب البرتغال في الاساس ما عندهوش ارث كروي ولا حتى مدربين تشرف على افضل جيل جه في تاريخهم، فبالتالي لازم يعلقوا فشل المنتخب كله على كريستيانو. بس الفكره ان الفئه اللي بتقارن كريستيانو بميسي يقول لك ما هو ميسي محقق الارجنتين لكاس العالم، وبرده نفس الفئه ديت مش قادرين يقتنعوا ان في الاساس منتخب الارجنتين من المنتخبات الكبيره واللي سبق قبل كده حققوا كاس العالم قبل ميسي. الارجنتين في الاساس قبل كاس العالم محققينه مرتين وكسبانين كوبا امريكا 14 مره، فطبيعي جدا ان الجمهور الارجنتيني يطالب ميسي انه ياخد كاس العالم لان زي ما قلت لك هم حققوه قبل كده، لكن مش طبيعي ان البرتغاليين ذات نفسهم يطلبوا من كريستيانو رونالدو تحقيق كاس العالم لانهم في الاساس ما عندهمش اي ارث كروي في اي بطوله كبيره، فما بالك بقى بالمنتخبات اللي في الاساس عندها ارث كروي اكبر من البرتغال وفي نفس الوقت ما حققتش كاس عالم وفي نفس الوقت طلعوا اساطير كتير وبرده ما قدروش يحققوا كاس العالم زي ما قلت لك. فاتمنى اكون وضحت لك فكره الارث الكروي واتمنى تكون كل حاجه واضحه لك، فيعني اعذرني لو طولت عليك. طبعا لو وصلت لحد هنا فاكيد اشكرك، مشكر بقى عليك اللايك والاشتراك ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. سلام عليكم.